بالنسبة للمادة الثانية في دستور 1971 وهي المادة اللي بتتحدث عن مبادئ الشريعة كالمصدر الأساسي للتشريع، أنا ليا رأي من نقطتين. النقطة الأولى هي إن من الأفضل تغيير المادة الثانية من دستور 71 باتجاه الأخذ في الاعتبار الشرائع السماوية المختلفة، يعني يبقى الإشارة إلى كل الشرائع السماوية، أو الإشارة إلى شريعة مبادئ الشريعة كمصدر وليس المصدر، كمصدر أساسي للتشريع، وده اللي كان موجود قبل دستور 71، مصدر أساسي للتشريع، ومع الأخذ في الاعتبار الشرائع الأخرى الملزمة لقطاع من المصريين من غير المسلمين، المصريين المسيحيين بالأساس. النقطة الثانية وهي نقطة مهمة وأنا عايز أوضحها جدا، إن أنا مانيش شايف إن اللحظة الحالية هي لحظة طرح النقاش وفتح النقاش على المادة الثانية. إحنا عندنا قضايا أكثر أهمية متعلقة بالتحول الديمقراطي، متعلقة بإدارة الانتقال الديمقراطي. المادة الثانية ممكن يختلف ويتنازع عليها وإحنا بنعمل دستور جديد بصورة هادئة وبصورة تفتح النقاش العام. مفيش حاجة في الدنيا هي تابو، أو مفيش حاجة في الدنيا خط أحمر ينبغي عدم الاقتراب منه. كل شيء قابل للنقاش، ولما تكون في أغلبية مجتمعية بالتوافق والتراضي عاجبها الصيغه الحاليه للماده 2، انا اول واحد هوافق عليها طالما هي جايه من عن طريق ديمقراطي، وطالما في ضمان لكامل، وانا بركز عليه، كامل حقوق المواطنه المتساويه لكل المصريين بلا انتقاص وبلا تمييز، لان المصري المسيحي له نفس الحق في البلد دي زي المصري المسلم بالظبط. فمهم تكون جايه بتوافق اجتماعي واضح، توافق ديمقراطي واضح، مش مفروضة من رئيس عمل لجنة واشتغلت اللجنة بصورة الجماعة المغلقة في حتة مقفولة. ده المشكلة بتاعتي، وإن ما يكونش في شيء اسمه خط أحمر للنقاش. علينا إن احنا نناقش كل الأمور وإحنا بنبني مصر الجديدة بهدوء وبرزانة وبدون اتهامات متبادلة.